فقدت الساحة الفنية واحدا من أعمدة الفكاهة والتمثيل بالمغرب، المرحوم عزيز العلوي، بإحدى مصحات الرباط. أفراد الأسرة وأصدقاء الفقيد ذهلوا لسماع النبأ، لكن لا راد لقضاء الله. رجل كان يعني اش غادي نقول لك، من اطيب ما خلق، رجل اللي فيه جماع كل الصفات الحميده، رجل اللي كان طيب والقلب الكبير. الصديق ديالنا اللي كان عزيز علينا بزاف، كان ممثل كبير، من انسان اللي ضحك الناس، اللي كان كيعطي كل شيء من قلبه. انا لله وانا اليه راجعون. كان عزيزا في حياته وسيظل عزيزا حتى بعد مماته. خسارة كبيرة للساحة الفنية والمسرحية والتلفزيونية، كيبغيو كاع الناس، كنحبوه، علاقتي به علاقة كبيرة. بهذه المناسبة كنعزي جميع الأخوان المغاربة اللي بالنسبة لهم كان عزيز العلوي ماشي غير فنان، كان أخ ديالهم كاملين. التحق الفنان عزيز العلوي بالرفيق الأعلى بعد معاناة مع أزمة قلبية، مخلفا وراءه العديد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية. دار الورثة، المرأة التي، سيحتجي، من بين هذه الأعمال التي يتذكرها الجمهور المغربي ومعه أفراد أسرة الفقيد. وإن شاء الله ربي يجعل الخلف وليداته اللي خلاهم صغار وخلاهم يتامى. لله ما أعطى ولله ما أخذ. كتب الله، بغى الله خويا، الله عز منه. الحمد لله خويا، ما عندنا ما نديرو. الوالد ديال داك راه ماما ما عرفتش شنو نقول، انا باقا كاع ما تيقتش ان هذا الشيء طرا صراحه كاع. راضي على وليدي عزيز، وليدي حبيبي وعزيز عليا، راضي عليه مرضي ونهل جنة ان شاء الله يا ربي. خلينا اخويا حماده، قلت له صباح الخير ما رداش عليا. خاض المرحوم عزيز العلوي تجربة المسرح سنة 1988 ضمن فرقة محترفي الفن المسرحي التي قدمت أول عمل لها تحت عنوان الصعود إلى المنحدر، ليلتحق المرحوم بالتلفزيون سنة 2000. ومنذ ذلك الحين لم يتوقف عطاء هذا الكوميدي المغربي إلى أن سلم الروح إلى بارئها هذا اليوم، وإنا لله وإنا إليه راجعون.